ايه يا ابني الصوت العالي ده؟ وايه الكاميرا اللي انت فاتحها دي؟ وايه الحركات اللي انت واقف بتعملها قدام الكاميرا دي؟ ايه ده؟ في ايه؟ ده ترند جديد. اوه شكلك ما دخلتش النهارده على التيك توك وشوفت التيك توكرز عاملين ايه. ده كلهم داخلين تحدي في بعض بالترند الجديد. بس عايزه اقول لك ايه، انا اكتر حد عارف يعمل الترند ده بشكل جامد، وعايزه اقول لك خلال ساعات الفلوس هتنزل عليا كده. قلتلي الترند الجديد. طب حلو. طب وانت فاكر الموضوع كده وخلاص؟ ماله يعني الموضوع كده وخلاص؟ فتحت الكاميرا وعملت الترند والحركات اللي المفروض اعملها فيه والفلوس هتيجي، ماله يعني؟ بص يا حبيبي، الشهرة مش اي شهرة والفلوس مش اي فلوس. ياه، ايه يا عم الكلام العميق بتاعك ده؟ في ايه؟ يعني قصدي اقولك مش علشان ابقى مشهور اعمل اي حاجة زي ان افتح الكاميرا او افتح لايف او احرك جسمي زي ما انت بتعمل، او اعمل نفسي ولد او بنت، او اقول الفاظ خارجة، او اتخلى عن ديني ومبادئي. عايزة اقولك حاجة، اللي بيجي سهل بيروح اسرع. اختار انك تبني نفسك ولا انك تبني اوهام. ايوه يعني عايز ننزل اشتغل لك بال10 وال12 ساعة علشان ده يريحك؟ ومين قالك ان ده ممكن يريحني؟ وبعدين بقى الناس اللي انت بتقول عليهم 12 وال11 ساعة اللي مش عاجبينك دول ناس قدروا يكتسبوا احترامهم لنفسهم واحترام الناس اللي حواليهم. وبعدين مين قالك ان السوشيال ميديا دي عدوتك؟ بالعكس، السوشيال ميديا دي فرصة، فرصة، والموبايل اللي في ايدك ده فرصة، وعقلك ده كمان تقدر تستخدمهم، بس تستخدمهم في انك تكتسب بيهم احترامك للناس واحترام الناس ليك قبل فلوسهم. يعني تقدر تستخدم صوتك، فكرتك، مهارتك، تعمل بيهم حاجة تحترم بيها نفسك واللي بيسمعك، وبدل ما اسمك يطلع في خبر القبض عليك يطلع في خبر نجاحك. يا ابني افتكر، الشهرة لحظة والاحترام عمر. وافتكر انك يوم ما تيجي تقف قدام ربنا ويسألك عمرك فيما أفنيته، تقول له يا رب أنا قدرت أفيد بنفسي وأفيد بغيري وهكتسب احترام الناس وأسيب لي بصمة أخد عليها حسنات. الشهرة الحقيقية مش في ترند، الشهرة الحقيقية هو إن اسمك يعيش باحترام.